تعالوا هنسمع المحامية دي اللي لقيت على اسمها 7 خطوط، ولما راحت علشان تسحبهم لقيت نفسها قدام كارثة بالفعل. وبعدها وده مهم جدا هقول لكم على المشكلة اللي هتقابل اغلب الناس اللي على اسمها خطوط. اسمي نور الكومي من طنطا. من فترة من 5 شهور رحت فرع فودافون اللي موجود في سبربيه عشان اشتري خط. لما شافوا ان انا محامية عرضوا عليا ان انا ممكن اخد 3 خطوط بسعر الخط ده واقل منه. قلت تمام، تعاقدت على الخطوط. قالوا لي ان في واحد كمان هدايا، يعني انا كده خدت 4 خطوط. وانا كنت عايزه اخد خط لوالدي ووالدتي. قالوا لي بتقدري بعد فتره ان انت تتنازلي عن الخطوط دي لوالدك ووالدتك. قلت تمام مفيش مشكله. من شهر اكتشفت ان في خط فيهم مش شغال. رحت فرع سعيد، فرع فودافون اللي موجود في سعيد، اعرف ايه سبب ان الخط مش شغال. قالوا لي ان في مديونيه وان في 7 ارقام في حسابي، وانا ما اعرفش حاجه. يعني ايه 7 ارقام؟ انا كل اللي جبتهم 4 ارقام بس. فدلوقتي في 3 ارقام انا ما اعرفش عنهم حاجه. قال لي ارجعي للفرع اللي انت تعاقدت معاه. تواصلت مع الموظفه اللي انا متعاقده معاها وسالتها، قالت ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده. واتفقت معاها ان انا اروح لها يوم الاحد، وما رحتش لظرف حصل عندي، عمي توفى. يوم الاثنين تواصل معايا موظف من الشؤون القانونيه بيقول لي ان انا عليا مديونيه، وان انا لو ما سددتهاش في اقرب وقت هيترفع عليا دعوه. مديونيه على الارقام اللي انا ما اعرفش عنها حاجه. قلت له لا، الارقام دي انا ما اعرفش عنها حاجه، وحكيت له القصه. قال لي هنفتح شير بوينت وهنشوف الموضوع ده. وعدى كام يوم ومحدش تواصل معايا. مديره الفرع تواصلت معايا وقالت لي ان الارقام دي دخلت بالغلط على السيستم، وان الارقام دي ملهاش وجود خالص فعلي، وان ملهاش عقود، وطلبت مني ان انا اعترف بوجودهم واعمل لهم الغاء. وانا مستحيل اعترف بحاجه انا ماليش علاقه بيها. مش هعترف بحاجه بقى لها 3 شهور ما اعرفش مين استخدمها واستخدمها في ايه، واروح اعمل لها الغاء وانا قدام القانون لو حصل اي حاجه ابقى انا المسؤوله عنها. رحت الفرع لقيتها مجهزه طلب الغاء. قلت لها انا مش هلغي حاجه، انا من حقي اعرف الخطوط دي دخلت حسابي ازاي وليها عقود ولا لا، ومين تعاقد عليها، كل المعلومات عن الخطوط دي. رفضت تديني اي معلومات وقالت لي ان مالهمش عقود ومالهمش اي حاجه خالص، وان انا لازم الغيهم، وان انا كده بروح لطريقه غير سلميه، وان هي بتحل الموضوع. وعرضت عليا ان هي تدفع المديونيه اللي على خطوطي وعلى الخطوط الثانيه دي. وانا رفضت وقلت لها لا، انا من حقي ان انا اعرف الخطوط دي مين استخدمها واستخدمها في ايه، والخطوط دي مين استخدم بياناتي ودخلها على حسابي. رفضت وقالت لي مش هتعرفي توصلي لحاجه. وانا قلت لها انا هحاول ان انا اوصل ولازم اجيب حقي، لان انا من حقي ان انا اعرف مين استخدم بياناتي. انا استأمنتكم على بياناتي، مين استخدمها؟ طلعت من الفرع واكتشفت ان في عقود ومتزور امضتي للخطوط دي، وانا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده اطلاقا. كلمت خدمه عملاء فودافون، قدمت شكوى، قسم الشكاوي تواصل معايا، حكيت له مشكلتي. قسم الشكاوي لما رد عليا بيقول لي انت على اي اساس مقدمه شكوى وانت الخطوط باسمك، ولو انت ماضيه عليها ال7 مش بس ال4، لا ال3 اللي ما اعرفش عنهم حاجه انا ماضيه عليهم وفيهم بياناتي. وكمان قال لي ان احنا ممكن نرجع لكاميرات الفرع. فقلت له ده شيء جميل، ده يثبت ان انا اساسا ما رحتش الفرع ولا لي علاقه بالخطوط دي. انا في التاريخ ده اصلا ما كنتش موجوده في المحافظه. فلما قلت ده موظفه لقسم الشكاوي قالت لي طب انا هتواصل مع الفرع واكلمك تاني. لما تواصلت مع مديره فرع سبربيه رجعت كلمتني وقالت لي يا فندم طب ما احنا نلغي وندفع لك المديونيه، انت ايه مشكلتك؟ قلت لها انا مشكلتي ان انت جايه تقولي لي ان في عقود انا ماضيه عليها وبياناتي تم استخدامها، وان انت قلتي لي ان انت ترجعي للكاميرات. يعني انت جايه دلوقتي بتتهميني ان انا بتبلى عليكم وانا ليا حق. انا من حقي كمواطنه ومن حقي كمحاميه ان انا اعرف مين استخدم بياناتي ومن زور امضتي. اظن انتوا كده عرفتوا اللي حصل معاها، مش محتاج شرح. ودلوقتي جينا لاهم نقطه، الا وهي المشكله اللي هتقابل اغلب الناس اللي على اسمها خطوط. لو طلع على اسمك خط او 2 او اكتر ورحت فرع الشركه يا معلم علشان تلغيه وسمعت الجمله دي، اعرف ان انت لابس. واولا في ناس عرفت ان على اسمها خطوط وراحت بالفعل علشان تسحب الخطوط دي وتقال لها كلمه اصل الخط بتاعك عليه محفظ. انت متخيل خط باسمك ومش معاك وبيستخدمه شخص تاني عليه محفظه كاش؟ طب ليه مش هينفع الغيه دلوقتي؟ مش هينفع، لسه قدامك لفه طويله. المحفظه الكاش دي جاء عليها كام او بعتت كام او استخدموها في ايه؟ الله اعلم، ده اللي هيظهر معاك قدام. واقسم بالله ان اللي هقوله ده ربنا شاهد عليه، والشخص اللي كلمني وبلغني الحاجات دي هيشوفني دلوقتي. من فتره كده قبل ما تظهر قضيه عمرو عماره ولا قبل ما تظهر الضجه دي كلها، كلمني شخص بيقول لي انا كنت على منصه انا ومجموعه وبالبلدي كده اتنصب علينا في مبلغ كبير وانا واحد منهم. قال لي انا عارف ان انا غلطت وما كانش ينفع ان انا ادخل مواقع زي دي. المهم الموقع قفل والفلوس راحت علينا، ولكن فيه الارقام الكاش اللي احنا حولنا عليها، ودي انا عملت محضر بيها. طب المحضر حصل في ايه؟ قال لي مشيت قانوني لحد ما بالفعل جربت خلاص اخد احكام عليهم. فبقول له طب هم كام رقم اللي انت حولت عليهم؟ قال لي مجموعه ارقام لمجموعه اشخاص، والاشخاص دول مش من بلد واحده، دول من محافظات مختلفه، والاغرب ان بينهم 6. فبقول له طيب ايه المشكله يعني؟ خد حقك يا عم، حقك اهو قدامك، وخد احكام عليهم لحد ما يرجعوا لك فلوسك انت واللي معاك. قال لي بالعكس انا وقعت في مشكله اكبر. فبقول له ايه هي؟ قال لي اصحاب الارقام دول
تقريبا او اكيد مش هم اصحاب الارقام. يا عم ازاي انت لخبطتني كده؟ قال لي من بينهم ستات. الستات دول اصلا من ارياف، فيهم من الصعيد وغير الصعيد، ما طلعوش حتى من البيوت ولا يعرفوا حاجه عن المنصات دي. فبقول له انت تقصد ان في ناس استخدمت ارقام الناس دي في النصب ونصبت عليكم؟ فقال لي ايوه كده بالظبط، وده اللي اتاكدت منه الايام اللي فاتت. طب الناس دي خدت منهم الخطوط ازاي وعملت عليهم محافظ ازاي؟ قال لي والله انا ما اعرفش. خد بالك الكلام اللي انا بقوله لك ده من فتره، من قبل الضجه اللي حاصله دلوقتي، من قبلها بفتره. تسلسل الاحداث بقى بعد ما حصلت الضجه دي، لما في حد بيكلمني وقال لي انا رحت الغي الخطوط اللي عليا، اتقلب البلدي كده دي عليها محافظ ما نقدرش نلغيها، لسه قدامك لفه طويله. فالخوف هنا بقى تكون المحافظ دي تم استخدامها في النصب. علشان كده بقول لك لما تبحث عن اسمك وتلاقي عليه اكتر من خط، ولو خط واحد طالما مش معاك ومستخدمه شخص تاني عليه محفظه او لا، يا ريت تهتم بتاريخ تشغيل الخط وتثبت ده في محضر رسمي. يعني وانت بتثبت عدم ملكيتك للخط ده اثبت تاريخ تشغيل الخط، وبعد ما تثبت ده ترفع قضية تعويض على الشركة، وده بعد ما تثبت محضر تزوير بتسريب معلوماتك الشخصية بدون علم. بس كده، ويا ريت كل اللي بيشوفني دلوقتي يعمل مشاركة للفيديو ده في كل مكان. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.